السلام عليكم. كان في ناس بتسأل ازاي تركب التوب بوكس الاكس دي دي او الاي دي دي، اي بوكس يعني هي طريقة تركيبه نفس الفكرة. فهشرح لكم كده بسرعة ازاي تركبه. بصوا التوب بوكس ليه كذا جزء. خلاص، دي المسامير بتاعة القعدة، وفي 4 خرام هنا بتثبت بيهم الجزء بتاع البوكس على القعدة دي. تمام، والقعدة دي بتتثبت على القعدة دي. هي الفكرة كلها ان انت بتخلي الاتجاه بتاع المسمارين الصغيرين ناحية الكرسي والمسمارين الكبار ناحية بره. تمام، فانت ممكن تخلي ده كده، ممكن تخلي ده كده، زي ما انت عايز. هي الفكرة كلها ان هو لو ورا هنا، فلو حد قاعد على الكرسي هيبقى مرحل يعني لورا، مش هيديله سبيس، خصوصا لو انت واحد او وراك حد، هتبقى انت قاعد لقدام، هتبقى رجليك لازقه الجدون. فهو احسن حل ليك ان انت ترجعه ورا شويه كده او كده، فهو يبقى انسب حل ليك في النص عشان تعمل توازن. ويفضل يبقى كده عشان يبقى التحميل كله على الحديده عشان ما يتكسرش، فانت باختيارك. تمام، هتركب الجزء ده الاولاني بالقطعه دي، يعني هتحط ده كده هنا. تمام، وبتثبت من تحتيه الجزء ده. تمام، ده بيبقى المنظر. وبتاخد الصامولة الصغيرة دي بتحطها من تحت وتربط بيها. معلش عشان شغال بايد واحدة بس فبحاول اشرح لكم. هركب الجزء ده وارجع لكم تاني. ماشي يا شباب، كده المنظر اهو من فوق. تمام، كده المنظر اهو من تحت. خلاص، ممكن تخلي الحديدتين دول يبقوا بالعرض، فالموضوع كله باختيارك. تمام، يعني الفكره كلها بس عشان انا حد بيبقى قاعد ورايا فمش بحبه يبقى زانقني قوي قدام، وانا بحب اقعد براحتي يعني. دلوقتي برضو ايه، هركب لكم البوكس ونركب عليه المسامير واوريكم الشكل النهائي. البوكس برضو بيركب في ال4 مسامير دول. انت هتحتاج بس مفتاح 10 ومفك صليب. مفتاح 10 هو بيبقى او مفتاح عادي. ده كده يا شباب الشكل النهائي. تمام اهو. بس بصوا برضو يا شباب، في معلومه كده صغيره. التوب بوكس بتاع الاكس دي في ده فيه هنا 4 مسامير، ادي 1 2 3 4. مع القفله دي، المسامير دي لو انت حاطط خوذه زي كده فل وملهاش مكان تاني غير البوكس ده، الحتت دي هتلاقيها كلها بتتخربش. فهو احسن حل ليك تحط على الحتت دي كده سكوتش او شمع او اي حاجه، بحيث ان المسامير دي مع الاحتكاكات بتخربش الخوذه من هنا وبتبوظ لك الشكلها، خصوصا لو انت جاي عند ناحيه السكرينه ولا حاجه هتبوظها لك خالص. فدي برضو يعني نصيحه اخيره كده،